السلام عليكم يا شباب، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله بعد ما هنخلص دورات مواصفات المندوب البيع الناجح، هندخل في اول دوره بعد كده، دوره متخصصه قوي، الكشف. مندوب الكشف هنشتغلها بالتفاصيل، هنعمل لها حلقات منفصله على اليوتيوب باذن الله، وهنقدر نعرفك يعني ايه كشف. هنمسك التجزئه حته حته، وازاي تشتغلها، وازاي تقدر تبقى راجل محترف فيها باذن الله. على اليوتيوب ما تنساش السبسكرايب، ولو اي سؤال يا جماعه في الشغل اسال، على الخاص على العام، انا ما عنديش اي مشكله، بالعكس اتمنى افيد الناس. تحياتي ايهاب الماحي. السلام عليكم يا شباب. على السريع، عشان حد سالني على حاجه وانا في الدوره، قال لي ايه الفرق بين المندوبين في القطاع الغذائي. المندوبين القطاع الغذائي اللي بيشتغلوا دايما بيشتغلوا الشركات الغذائيه، عندهم انت مندوب المبيعات، هنا بيبقى مندوب مبيعات، عندك مندوب مبيعات كشفان اللي هو بيوزع على البيانات وحاجات زي كده، عندك مندوب جمله اللي هو بيختص بالناس الكبيره، ناس الجمله، الناس اللي هي بتوزع بعد كده لمطاعم، بتوزع بعد كده الاسواق، ده مندوب كاش جمله. وكبار العملاء اللي احنا بنسميه كي اكونت، اللي هو عندك زي كارفور، زي الهايبرات، انا مش عايز اقول اسامي عشان الموضوع مش مسموح، الهايبرات وحاجات زي كده، دي كلها اللي احنا بنسميه كي اكونت، هي دي الكي اكونت. بعد كده الكيترنج ده اللي هو بيشتغل مطاعم، بيشتغل ممكن يدخل مستشفيات، ممكن يدخل الحاجات اللي هي كلها بتستخدم. وحتى وانت في شركات الاغذيه بتلاقي العبوات مختلفه، بتلاقي في عبوات بتنزل للمطاعم اللي احنا بنقول عليها عبوات كيترنج. بتلاقي مثلا لو نفترض همبرجر مثلا، انت العبوات العاديه تكون 10 علب في علبه، 10 قطع في علبه. المستشفيات، المطاعم الكبيره اللي بتلاقي العبوه بتروح له مثلا الكرتونه فيها 100 واحده متفرغه. فده الفرق ما بين المندوبين المبيعات والتخصص في كل حته في الغذائيه. دي مهمه طبعا. كل برضه الغذائيه والكوزماتكس وكده قريبين من بعض في الحاجات اللي زي كده، بتلاقي المندوبين متخصصين في الحته اللي زي كده. ايهاب الماحي، مدرسه البيع. ما تنسوش تروحوا على قناه اليوتيوب، بدانا ننزل دورات مواصفات المندوب البيع الناجح. تحياتي ليكم، ايهاب الماحي، مدرسه البيع. سبسكرايب بقى وكده، يلا تحياتي. السلام عليكم يا شباب. لو عميل قال لك اديني مهله افكر، طب ارجع لك واكد عليك، اديله فرصه، لان ساعات العميل بيحب يشوف وضعه عامل ازاي، ميزانيته، المخزون بتاعه. فلو عمل كده اديله فرصه، ما تقلقش، اصبر عليه زي ما بيقول. ايهاب الماحي، مدرسه البيع. السلام عليكم يا شباب. اعتقد خساره مصر من الارجنتين كانت حاجه مهمه قوي. كانت عدم توزيع الاحمال كويس على مدار المباراه. اللعيبه جت في اخر غالبا تلت ساعه، يعني خلاص خلصت خالص، وهو ده احد اسباب ان مصر خسرت. نفس الفكره البدايات، في ناس بتتشجع قوي في الشغل وبتشتغل وبتبذل مجهود قوي في الاول، وبعد كده بتنزل خالص، وغالبا ممكن على نص الشهر او كده تلاقيها ما بتشتغلش وما بتحققش الهدف. فتوزيع الاحمال وتوزيع الاهداف وتوزيع الطاقه مهم جدا. تحياتي ليكم، ايهاب الماحي، مدرسه البيع. السلام عليكم يا شباب، ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. كلنا شفنا استقبال المنتخب المصري الرائع اللي حصل، والانجاز الجميل اللي عمله المنتخب المصري، وحاجه جميله صراحه. اي نعم، طلعنا من دور ال 16، بس طلعنا بشرف وطلعنا باجتهاد، واعتقد ده السبب اللي المنتخب وصل كده، التخطيط والاجتهاد والسعي ان انت توصل كده. وده دايما اللي احنا بنقوله، اجتهد واشتغل عشان تقدر توصل لحاجه كويسه. تحياتي ليكم، ايهاب الماحي، مدرسه البيع.